علاقات السوشيال ميديا ناجحة ولا مش ناجحة؟ بتكمل ولا بتفشل؟ تعالي معايا في الفيديو ده واسمعي الكلمتين اللي انا هقولهم. واخده بالك؟ شيري الفيديو واعملي لايك للبيتش عشان ننجز. علاقات السوشيال ميديا ما اقدرش اقول انها ناجحه وما اقدرش اقول انها فاشله. ناس كتير قوي متجوزه من السوشيال ميديا والدنيا تمام، وناس كتير برضو متجوزه من السوشيال ميديا وحصل انفصال وطلاق. ناس كتير متجوزه عن حب وتمت وخير، وناس كتير اتجوزت عن حب ومشردين بعض في محاكم الاسر. مفيش قاعدة ثابتة اللي أحدد عليها نجاح الجواز ولا فشله. أنا قلت كذا مرة، نجاح العلاقة بيرجع للشخصين ولنسبة التفاهم، ولا للحب ولا للفلوس، ولا هو ابن مين ولا هي بنت مين. بيرجع للتفاهم اللي ما بين الشخصين والشخصين نفسهم. دي اقدر احدد العلاقه هتبدا ولا تنتهي. طيب انا اتعرفت عليه على السوشيال ميديا من سنتين وما شافنيش، هنتجوز؟ لا مش هتتجوزي. هو في حد يتعرف على حد من السوشيال ميديا سنتين من غير ما يشوفه وقاعده مستنيه جواز؟ هو انت هبله او متخلفه او معاكي خلع هطل اكيد. طيب بقول لك يا استاذه، اصل انا ما اقدرش انزل اقابله. خلاص يبقى تقعدي تستني الصالونات طالما انت عارفه ان ظروف بيئتك وعيلتك ومحيطك ما يسمحش بحاجه زي دي. طب خلاص، هو احنا بنتكلم سوشيال ميديا وبكلمه فيديو كول ومش شرط ان احنا نتقابل. لا هو مش هطل وعبيط هيروح يتقدم لواحده ما شافهاش. ايه يعني الكونكت في الموضوع؟ مش فاهمه، عايزه افهم بس معلش. حطي نفسك كده مكانه، يروح يتقدم لواحده قاعد بيكلمها على النت سنه ولا اتنين ولا شهرين ولا يومين وما شافهاش؟ عبيط؟ هو اهبل؟ مفيش الكلام ده يا ماما. طب انا مش هينفع اخرج، يبقى ما كنتيش دخلتي واتكلمتي على النت من الاول وقعدت استنيتي ابن الحلال اللي يشوفك في فرح، يشوفك في كافيه، يشوفك في ايا كان مكانكم اللي هتتشافوا فيه، طالما ظروف بيتي ما تسمحش. طب احنا بقالنا سنتين. لا، المتخلفه اللي بتقول بقالنا سنتين وما شفناش بعض دي مش هيحصل لها جواز يا ماما. ده هو بيتسلى معاكي بقاله سنتين وبيكلمك. يعني يا استاذه معنى الكلام ده علاقات السوشيال ميديا ممكن تكمل؟ ممكن ما تكملش. جوازات الحب تكمل. ممكن ما تكملش. ده نصيب في الاول وفي الاخر. والاهم من ده كله نجاح العلاقه الاختيار الصحيح من الاول. اختيارك هو اللي بيكمل العلاقه او بينهيها. من الاخر، لو انت مع الشخص اللي بيكملك فكريا ومتفاهم معاكي وراجل، الجوازه هتبقى ناجحه. جبتيلي بقى عيل من بتوع اليومين دول، ولا حد ما عندهوش شخصيه، ولا هو مش متوافق معاكي فكريا، وتيجي تقولي لي الجوازه هتتم؟ لا مش هتتم. ولو تمت هتتم الوقت قصير وهيحصل انفصال. يبقى العلاقات بتتم السوشيال ميديا وغير السوشيال ميديا بناء على الاختيار للشخصين في العلاقه، وليست نوعيه العلاقه. مفيش اي كلام ممكن يتقال بعد كده. المهم ان احنا نشير الفيديو، بلا علاقات بلا زفت. شير الفيديو.